ازاي تتفرج على مباريات كاس العالم ببلاش؟ نستقبل لأول مرة بطل العالم نجم اليوفي سيد والكل شيء ازاي تتفرج على مباريات كاس العالم ببلاش؟ مش هتحتاج تسافر قطر، لان سفاره قطر هنا في القاهره اعلنت ان مباريات كاس العالم كلها بالكامل هيتم بثها مجانا في مول العرب بشاشات ضخمه زي اللي موجوده ورايا ديت. الكلام ده طبعا بالتعاون مع الخطوط القطريه وبنك QNB. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. احنا مش هنروح لكاس العالم، كاس العالم هو اللي هيجي لنا. مول العرب واحد من اكبر واشهر المولات اللي في اكتوبر، ومن قبل انطلاق مباريات كاس العالم سفاره قطر في القاهره اعلنت ان هيتم بثها مجانا في مول العرب. مباريات كاس العالم واللي معروف انك عشان تتفرج عليها محتاج اشتراك او انك تروح كافيه، وان كنت بفضل المشاهده في البيت لكن قلت نروح ونجرب وننقل التجربه لحضراتكم. في اكتر من مكان لمشاهده مباريات كاس العالم في مول العرب، في مكان داخلي ومكان تاني خارجي، وده اللي احنا قعدنا فيه. الشاشة بيعتبر حجمها كبير جدا، ولو انت قاعد في اخر صف هتشوفها كويس، ولو قعدت قدام هتحس انك في قلب الملعب حرفيا. الجو هناك جميل وبيعتبر احلى ما فيه اعداد الناس والمشاهدة الجماعية. بيعتبر زي اي كافيه، لكن اللي بيميز المكان هناك هو انك لو محتاج اي حاجة من اي مطعم او اي حاجة تشربها هتلاقيها بسهولة. وطبعا لو محتاج تشرب حاجه سبينس موجود، تقدر تجيب منه اي حاجه محتاج تشربها. وزي ما قلنا لو حبيت تاكل حاجه هتلاقي اغلب المطاعم والبراندات موجوده، تقدر تطلب اللي تحتاجه سواء وانت بتتفرج على الماتش او بعد ما تخلص. قررنا ان احنا ناكل تشاينيز فود من ايشن كورنر، لانه كده كده هيكون جزء من حلقه اكل الشوارع اللي في القاهره، واللي باذن الله هنعملها قريب. وطبعا كمان لو حبيت تاكل عندك الفود كورت هنا اللي فيه كل المطاعم او اغلب المطاعم المشهوره. جربوها هيعجبكم. افضل الانواع اللي عندهم تشيكن وميت سبايسي وتشيكن سويت اند ساور سبايسي. الوجبه سعرها 88 جنيه وبتعتبر قيمه جيده مقابل السعر، والاكل كمان لذيذ. المباريات هيتم بثها بالكامل لحد المباراه النهائيه في كاس العالم، وزي ما قلنا تقدر تختار ما بين المنطقه الداخليه او المنطقه الخارجيه المفتوحه. لو حابب تقعد قدام روح بدري شويه، خاصه في الادوار الاخيره من كاس العالم اللي هيكون الاقبال فيها اكبر. تجربه مشاهده المباريات بتعتبر كويسه، وشيء بيعتبر جيد من جانب سفاره قطر، والتنظيم بيعتبر كويس. المول متوفر فيه عدد ضخم من الكراسي، والاماكن ممكن تشيل مهما العدد زاد. اتمنى شاشات العرض تتوفر في مولات تانية عشان الناس اللي في اماكن ومناطق تانية تقدر ان هي تتفرج.